بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هتكلم على حاجه جديده طبعا في الكنترول ستراكشر، وهي ال include وال require. ال include وال require طبعا البريك والكونتينيو. الكونتينيو طبعا ما شرحتهاش لانها يعني يعتبر مواضيع متقدمه شويه. البريك طبعا كنت شرحتها مع السويتش. دلوقتي تقريبا شرحت معظم الكلام ده ما عدا الريتيرن والديكلير وكونتينيو، وناقص بس الريكواير والانكلود والريكواير وانس والانكلود وانس. طبعا شرحت الجو، يبقى هنا ما عادش الا الريكواير والانكلود، انما الديكلير والريتيرن والكونتينيو ده مواضيع متقدمه شويه. الانكلود بقى ايه؟ الانكلود انت بتدرج صفحه جوه الصفحه بتاعتك. عشان يبقى المثال واضح، انا هعمل ملف عادي HTML او PHP، اعمله PHP واحط فيه متغير اسمه name واقول له يساوي احمد عصام بالشكل ده. اوكي، واحفظه هنا جنب ملف الليرن، هسميه احمد.php. هنا لو انا عندي في ملف تاني، انا عندي هنا ملف تاني اللي هو learn.php. انا عايز اطبع احمد عصام، يعني عايز اطبع الفيربل نيم. اطبعه ازاي؟ لو جيت قلت له هنا ايكو اسف، لو جيت هنا قلت له ايكو نيم بالشكل ده، هيطبع لي ايه؟ مش هيطبع لي حاجه. ليه؟ لان هنا مفيش متغير في الملف ده اسمه نيم. طيب انا بقى عايز انقل كل المتغيرات وكل الكلام اللي موجود في ملف البي اتش بي ده. هقوم عامل انكلود، بتبقى بتعملها في بداية الصفحة خالص مع السيشن. طبعا السيشن ده والكلام ده هنبقى نتكلم عليه بعد كده. تعمل في بداية الصفحة خالص انكلود بالشكل ده، وتكتب ما بين علامتين التنصيص المسار بتاع الملف. طبعا بما انه جنبه فهيبقى احمد.php على طول. اسف، هو هنا الملف اللي احنا شغالين عليه اللي هو learn.php، اللي هو ده learn.php اللي احنا بنستعرضه هنا. جنبه على طول ملف احمد.php اللي هو في المتغير اللي فيه المتغير نيم اللي احنا عايزين نطبعه. فبعد ما نعمل انكلود، عملنا انكلود. طبعا مش شرط تعمله بالطريقة دي، ممكن تعمل انكلود كفانكشن بالشكل ده .php بالشكل ده، مش هتفرق حاجة خالص. هنيجي نطبع نيم، هنلاقيه طبع لنا احمد عصام. نجرب، طبع لنا احمد عصام. يبقى انا عملت ادراج للملف احمد.php في learn.php. طيب عندنا دالة تانية او كيورد تانية بتعمل نفس الكلام اللي هي require. لو قلنا require احمد.php، طبعا نفس الكلام ينطبق، ممكن نعملها كفانكشن عادية. الrequire برضو بتعمل نفس الكلام. طيب ايه الفرق ما بين include وما بين الrequire؟ الrequire لو احنا غلطنا في اسم الملف او في مسار الملف، يعني لو شلنا ايه هنا بقت hmed.php، يبقى هنا مفيش ملف بالاسم ده، هيظهر لنا ايرور. اوكي كده عمل لنا ايرور، عمل لنا سيرفر ايرور. طيب الانكلود نيجي نجربه، هيعمل لنا ايرور؟ لا، مش هيعمل لنا ايرور، هيشتغل عندي، بس في نفس الوقت ما طبعش حاجه لان الفيربل نيم مش موجود، لان الملف اصلا ما اتعملوش ادراج. يبقى هنا الانكلود لو المسار او الاسم غلط مش هيعمل ايرور، انما الريكواير هيعمل ايرور. طيب في حاجه بقى، الانكلود وانس والريكوايرد وانس مع نفس الفرق اللي قلناه، ان الريكواير بيعمل ايرور لو المسار غلط، والانكلود ما بيعملش ايرور لو المسار غلط. الريكواير وانس والانكلود وانس وظيفتهم ببساطه ان هم يعملوا تحقق اذا كان الملف ده تم ادراجه هنا ولا لا. يعني هل ملف احمد.php تم ادراجه في learn.php قبل كده ولا لا؟ تمام. لو تم ادراجه مش
مش هيدرجه تاني، ولو ما تمش ادراجه هيدرجه. بس كده، مع الفارق ان لو المسار غلط في require once هيعمل error، لو المسار مش غلط في include once مش هيعمل error. هنا فيش فرق ان احنا كتبنا هنا include once. كل الحكاية ان include once بتعمل تحقق بس شوية. وفرق تاني ان احنا هنا لو حاطين كود HTML، يعني مثلا لو كتبت هنا font color red، عملت هنا بالشكل ده، include once هيدخلها. اوكي، جابها هنا حطها في نفس المكان. ممكن نقوم شايلين ده من هنا نقوم حاطينه هنا بالشكل ده. طبعا عشان مش فارقة ما بين الصفحات، يعني علشان لو جينا هنا مثلا حطينا هنا اللي قبلها ايه. طيب لو حطيناها فوق طبعا المكان هيختلف خالص، مع ان مكان النصوص هنا فوق غلط. ما علينا. طيب لو require once بالشكل ده هيعمل لنا ولا لا؟ عمل لنا برضه. جميل. يبقى هو ده الفرق ما بين include once و require once. طبعا زي ما قلنا ان require once برضو بتعمل تحقق اذا كان تم ادراجه ولا لا. لو ما كانش تم ادراجه يبقى يدرجه، بس مع الفرق ان برضو نفس الكلام include، بس مع الفرق ما بين require والinclude عامة ان require لو المسار غلط هيعمل error، ولو include في المسار غلط مش هيعمل error.